صباح الخير حضراتكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. بنرحب باستاذنا ومعلمنا الكبير سياده اللواء دكتور سمير بيه فرج، مدير عام الشؤون المعنويه للقوات المسلحه محافظ الاقصر السابق. منور يا معالي الوزير، نورت الاسماعيليه ونورت جامعه قناه السويس. بنرحب بجميع الوفود اللي مشرفانا داخل جامعه قناه السويس من جامعات وتحالف جامعات اقليم القناه والسينا. التحالف ده بيضم كل الجامعات الاهليه، كل الجامعات الخاصه، جامعه السويدي للتكنولوجيا، بالاضافه لجميع الجامعات الحكوميه. عشان خاطر سياده اللواء سمير يبقى معانا بس عارف الجامعات، معانا الجامعات الحكوميه، جامعه قناه السويس، الجامعه الام في الاقليم بالكامل، جامعه الزقازيق طبعا مشرفينا منورينا، جامعه السويس طبعا بورسعيد الاول عشان اللواء سمير بورسعيدي ومتعصب من بورسعيد، فمحدش فيكم ينسى ان هو بورسعيدي. بورسعيد وبعدين السويس وبعدين العريش، وبعدين جامعه الاسماعيليه الاهليه شرق بورسعيد التكنولوجيه، وشرق بورسعيد الاهليه، جامعه الاسماعيليه الاهليه، جامعه الملك سلمان، جامعه سينا الفرعين بتوعها، جامعه الجلاله، جامعه الزقازيق الاهليه، جامعه الصالحيه الخاصه، وجامعه السويدي التكنولوجيا. تقريبا 14 جامعه اذا لم تخنني الذاكره. فالوفود الموجوده سياده اللواء سمير القاده زي ما بنقول كده الباكوره الانتاج لهذه الجامعات بالكامل. جامعه قناه السويس بتشرف ان فيها مركز اعداد قاده منذ عده سنوات شغالين كويس قوي على اولادنا. الجامعه الوحيده اللي على مستوى الجمهوريه اللي اخرجت اكاديميه ناصر العسكريه او الاكاديميه العسكريه للدراسات الاستراتيجيه والوطنيه والدراسات العليا والوطنيه والاستراتيجيه. بيجوا لنا هنا وعاملين مركز معاهم. كمان كليه الدفاع الوطني عاملين لهم بروتوكول، وبيجوا هنا اللي يدوا الدورات هنا، مش احنا بنروح لهم هناك كمان، لان احنا مهما نروح هناك هيضربوا كام 50 واحد 40 واحد، لكن لما يجوا هنا الحمد لله بيضربوا عدد كبير جدا جدا من اولادنا. الاهم كمان احنا فتحناها للمجتمع المدني. بقى المجتمع المدني عدده تقريبا 3 اضعاف طلبه الجامعه، بحيث ان يبقى نشر الفكر والوعي على نظام افقي يتسع للجميع. كمان الاسبوع اللي قبل اللي فات الجامعه الوحيده على مستوى الجمهوريه كنا بنشرف ان NTA او الاكاديميه الوطنيه للتدريب التابعه لرئاسه الجمهوريه ورئيس مجلس الامناء بتاعها السيد رئيس الجمهوريه شخصيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رئيس مجلس الامناء بتاع NTA، جم ودربوا الولاد عندنا لمده اسبوع وانبهروا من مدى انضباط وامكانيات الجامعه والقاعات بتاعه التدريب. وما كانوش مصدقين ان في جامعه من الجامعات عندها مثل هذه اللوجستيات والامكانيات. احنا محبين جدا جدا لاولادنا، لازم تعرفوا كده قد ايه بنفخر بيكم يا اولاد، عشان ما حدش فيكم يعتقد ان احنا عندنا ادنى شك ان احنا هنسلم لكم الرايه وانتوا اللي هتقودوا البلد واحنا هنرجع للخلف، وفيكم البركه وزياده. وان شاء الله اطمع ان واحد من اللي قاعدين فيكم يكون في يوم من الايام رئيس جمهوريه ورئيس وزراء ووزير تعليم عالي ورئيس جامعه، وليه لا، وكلكم افاضل وكلكم متفوقين. اخر حاجه اقولها لكم قبل ما نقول كلمه عن استاذنا الغني عن التعريف سياده اللواء دكتور سمير فرج. اللواء سمير تقريبا ما عندوش يوم اجازه، ويوصل اسماعيليه كانت المحاضره الساعه 10، رحلناها الساعه 12 عشان بس نديله فرصه ان هو يعني بقى له 6 ساعات في العربيه، فقط محبه فيكم، وفقط عشان يتناقش معك، وفقط علشان هو مؤمن قد ايه ان هو لو اشتغل ومصرنا الحبيبه وكلنا اشتغلنا بما يرضي الله في دعم وتنميه قدرات ولادنا ونشر الوعي الصحيح يبقى المجتمع بخير. اخر حاجه هقولها لكم قبل ما نرحب بالسياده اللواء سمير على الستيج. مصر هتبقى بيكم انتوا، مش بحاجه ثانيه. دايما كنت بقول الفتره اللي فاتت ودايما باخدها من سياده اللواء سمير، الفتره اللي فاتت واللي جايه اصعب. الصعب بايديكم انتوا سهل، مش بحاجه ثانيه ابدا. باللحمه الوطنيه واتحاد الشعب المصري بكل طوائفه وبكل مقوماته وشبابه وشيوخه
هو اللي هيظل البلد دي ثابته والكل متغير حولها. في دول اتشالت من على الخريطه وفي دول هتتشال من على الخريطه، لكن سيبقى الشعب المصري هو الداعم الاول والاخير لثبات واحتفاظ بالدوله الوحيده التي لم تتغير حدودها على مر التاريخ، وهي مصر. مصر فتيه قويه عافيه بيكم يا ولاد. ربنا عز وجل يحفظكم ويبارك في عمركم. ومره ثانيه وثالثه ورابعه بشكر سياده اللواء سمير فرج، بشكرك يا فندم والله واثقلنا عليك. انا عارف قد ايه سيادتك مشغول، لكن ولادنا يستاهلوا من سيادتك كده واكتر كمان. شكرا، كل سنه وانتم طيبين.